اوبا، اول فيديو باتش في السيزون الجديد. وطالما سيزون جديد بقى ورايت مكلفه وعامله لنا تغييرات ما شاء الله يعني تقرف، لازم احنا كمان بقى نجدد، فاهم؟ عشان كده طريقه فيديوهات الباتش هتبقى مختلفه عن الباتشات اللي فاتت، والفيديو هيبقى بطريقه التير ليست. يعني هيبقى فيه قائمه لكل لين فيها ايه الشامبيونز القويه دلوقتي او الضعيفه، والقائمه دي بقى هتبقى بتتغير بناء على التعديلات اللي بتحصل في الباتش. حاجه مهمه بس حابب اوضحها قبل الفيديو، قائمه الشامبيونز اللي هتنزل قدامك كمان شويه دي مش مبنيه على وين ريت او بلاي ريت لكل شامبيون، لا هي متاخده بناء على البلاي ريت والبان ريت والوين ريت، وكمان سهوله او صعوبه الشامبيون من ناحيه لعبه وراينا احنا الشخصي. كل ده بقى بناخده هيلا بيلا كده وبنحطه في الخلاط ونشوف الشامبيون ده مكانه فين في الميتا. وانا بقول لك اهو كده من قبل ما الفيديو يبدا عشان بس محدش ينزل يعيط لي في الكومنتات هيقول لي حاطط الشامبيون ده فوق ليه كده والشامبيون ده تحت كده ليه. مالكش دعوه، شوف الباتش وانت ساكت. فيلا بينا من غير كلام اكتر من كده بقى. اهلا بيكم، انا بركان من فيلوجيميا وده باتش 14/2. اول حاجه وهي تعديلات جايه على كل الناس، وهي تعديلات الرونز. والمره دي الرونز اللي انت بتختارها تحت خالص دي عارفها، اللي هي بتديك دامج او ارمور او ماجيك ريزيست، الحاجات دي دي بقى هتتغير. اول صف اللي بيديك دامج او اتاك سبيد او ابيليتي هيست هيفضل زي ما هو ما اتغيرش، التغيير كله في الصفين اللي تحت. تاني صف بدل ما كان بيديك ارمور او ماجيك ريزيست هيبقى بيدي موفمنت سبيد او اتش بي حسب ما هتختار. وتالت صف بدل ما كان بيدي اتش بي وارمور او ماجيك ريزيست هيبقى بيدي 2 اتش بي و10% تناسيتي وسلو ريزيست. هتقول لي بقى ازاي دلوقتي بيدي 2 اتش بي؟ يعني مش فاهم. انا اقول لك ازاي، انت مستعجل؟ سيبنا جاوب بقى. اول اتش بي هيبقى بيدي 65 اتش بي فوري، يعني بتاخدهم اول الجيم عادي، مش هتسكيل بقى ولا تعمل اي حاجه، هو انت بتختارها بتنزل الجيم ب 65 اتش بي زياده. تاني اتش بي ده بقى هيبقى بيديك من 10 اتش بي ل 185، يعني بيسكيل من ليفل 1 لليفل 18. فلو محتاج اتش بي فوري هتاخد ده، ولو محتاج تسكيل هتاخد ده. بس كده، شفت سهله ازاي؟ نروح بقى لتعديلات التوب لين. كميل هتاخد باف نوعا ما هيخليها بروكن جدا. الاتش بي الاساسي بتاعها زاد حبه حلوين، والباسيف بتاعها بقى بيجي لها بدري ثانيتين في الايرلي جيم، وكمان الكيو بتاعتها هتبقى بتدي موفمنت سبيد زياده 10% في الايرلي جيم. فكل ده كده هيخلي كامير تطلع من الاي تير للاس تير مرتاح جدا، عشان البفات دي فعلا هتاثر عليها. تاني تعديل حصل في التوب وهو داريوس، واللي ما شاء الله برضه هياخد باف مش قليل خالص. الكيو بتاعته خدت باف في الاتش بي اللي بترجعه له بنسبه مش قليله خالص، فهتلاقي بيرجع له هيل اكتر بالكيو، وكمان تكلفه المانا بتاعتها قلت حاجه بسيطه جدا. ولكن اهم تعديل جاله ان الارمور بنتريشن اللي بيجي له من الاي بتاعته هيزيد 5% في الايرلي وفي الليت، ودي مفيده جدا هتخليه يطلع دامج اكتر ما هو كان بيطلع اصلا. وكمان اتعمل باف للسترايد بريكر، ودي كمان اهم ايتميه لداريوس حاليا عشان بتساعده ان هو يجري ورا الناس اسرع، فاهم؟ وينزل السيف بتاعه على دماغهم اكتر. المهم الباف بتاع السترايد بريكر كان ان هي قلت 100 جولد، يعني بدل 3100 هتبقى ب 3000 بس. وصدقني ما تستقلش بال 100 جولد دول، بيفرقوا جامد. فكل ده هيخلي داريوس في الاوبي تير مرتاح جدا. ولو انت توب لينر وبتعرف تلعب بداريوس اسمع مني، جربه دلوقتي ومش هتندم. نفس الكلام برضو الجارين خد باف في الدبليو بتاعته، هتبقى بتقلل الدمج اللي جاي له لمده 4 ثواني ثابته بدل ما كانت بتسكيل من ثانيتين ل5 ثواني، فده باف جميل جدا في الايرلي. وكمان الاي بتاعته الدمج بتاعها زاد 4% في الايرلي جيم لكل ضربه، يعني الاي بتاعته كده كل لفه حرفيا بقى الدمج بتاعها ازيد بشويه، فده هيفرق معاه جدا. ومع باف الاسترايد بريكر فجارين هيبقى في الاس هو كمان، يعني بص هيبقى طالع فوق هو كمان. بالنسبه بقى لجاكس فهو خد نيرف في الدمج الاي بتاعته، والنيرف ده موجه لجاكس ابيليتي باور عشان الهبل اللي زباوس بيعمله ده. ولكن بسبب النيرف ده جاكس العادي اللي هو بيلعب اتاك دامج بتاعنا ده هياخد نيرف هو كمان، اللي هو هياخد نيرف بالغلط كده، هو من غير ما يقصد خد نيرف. ولكن النيرف مش قوي جدا ان هو ينزله من الاوبي تير، عشان هو تقريبا بيعمل كاونتر لمعظم التوب لينرز اللي في الميتا حاليا، عشان كده هيفضل فوق لحد ما نشوف النيرف ده هيعمل فيه ايه. بالنسبه بقى الرامبل هينزل من الاس للاي تير عشان جاله نيرف 10 دامج في الكيو في الايرلي وفي الليت، وكمان الماجيك ريزيست اللي الاي بتاعته بتكسره هيقل 2% في الايرلي وفي الليت، وده كفيل ان يهديه شويه عشان من ساعه الايتمات الجديده ما نزلت ورامبل بيوصل ل 85% ماجيك بنتريشن، فكان لازم ياخد نيرف من ده الصراحه. نروح اقلاوي، ودي مهما كان البفات اللي هتاخدها مش هتحوق فيها، عشان من ساعه ما الايس بورن اتغيرت والتوب لين بقى اوسع والعليب بتاعتها ما بقتش توصل لنص اللين، اقلاوي ما بقاش ليها لازمه حرفيا، وهتفضل في السي تير وما اعتقدش اي بف ارقام هيرجعها للميتا حاليا. هي محتاجه شبه ريورك كده يعدل العليد بتاعتها، او رايت تشوف بقى تعمل ايه، عشان هي ما بقتش نافعه الصراحه. اخر تعديلات بقى حصلت في التوب لين وهي شن وجوين، والاثنين جالهم بف بسيط جدا. جوين جالها بف في الدمج بتاع الباسيف بتاعها هيطلعها من البي للاي تير، عشان البف مش قوي قوي الصراحه، يعني هو يكاد لا يذكر. بس جوين حالتها دلوقتي مش وحشه قوي عشان بيتلعب تنكات كتير في التوب لين حاليا، فهي بتكاونتر الحاجات دي. اما بقى بالنسبه لشن فهو جاله 4 اتاك دامج زياده، والله هو ده البف، يعني اللي هو يا فرحتي. واكيد بف زي ده مش هيغير
حاجه في شن وهيفضل مكانه عادي في الاي تير. وبالنسبه بقى لجراجاس جاله بف في الارمور والاتش بي اللي بيجي له مع كل ليفل، حاجه بسيطه جدا كده، ولكن الحاجه المهمه بقى ان كول داون الار بتاعته قل 20 ثانيه في ال جيم، وده كتير جدا. فاعتقد ممكن نرجع نشوف جراجاس تانك توب عادي يعني، مفيش اي مشكله، بس ادينا هنشوف. كده خلصنا التوب. خد بصه سريعه كده على التير ليست بتاعت التوب لين، ويلا بينا بقى على الجنجل. تغييرات الجنجل ما حصلش فيها حاجات كتير غير بس ان كارسوس هيطلع من البي تير للاي تير. الباف بتاع كارسوس هو ان الكيو بتاعته الدمج بتاعها زاد حاجه بسيطه جدا، ولكن المهم هنا ان الاي بتاعته الماجيك ريزيست اللي بتشيله هيزيد 10%. ايوه 10% بحالهم في الايرلي وفي الليت جيم. فكارسوس دلوقتي لو لبسك ايه هو هيلسوعك حرفيا. هي بس مشكله كارسوس حاليا الايام دي ان الليجيام بتخلص بسرعه جدا، والايرلي جيم بقى اخطر من الاول بكتير، فكارسوس اصلا مش بيلحق يعمل حاجه، عشان كده هو مش احسن حالته دلوقتي، لكن هو بيدمج عادي. بالنسبه بقى لليليا ونوكتورن اللي متربعين على عرش الاو بي تير حاليا، فكل اللي حصل لليليا ان الريفت ميكر بقت اغلى 100 جولد، وده مش هيفرق معاها كتير قوي ومش هينزلها من الاو بي تير دلوقتي خالص. بالنسبه بقى لنوكتورن فده الايتم بتاعته شبه خدت باف، والايتم دي وهي الاكسبيرمنتال هيكس بليد. ودلوقتي الايتمات اللي بتبنيها عشان تجيب الايتم دي اتغيرت شويه، ولكن التغيير الكبير هو ان هي دلوقتي هتبقى بتدي 25% اتاك سبيد بدل 20%، والاتاك سبيد اللي بيجي لك لما تضرب ار هيبقى 30% بدل 35%. هتقول لي دلوقتي فين الباف؟ ما هو اللي زاد هنا اتشال من هنا. اقول لك ان ال 5% اتاك سبيد اللي زادت فوق دي ثابته معاه على طول، يعني بيستفاد بيها طول الوقت، انما اللي قلت دي هي قلت لما يدوس الار بس. فهو في الاخر معاه نفس الاتاك سبيد لما يضرب الار، ولكن معاه اتاك سبيد اكتر في اي وقت عادي، فده هيساعده في الكلير او ايا كان اللي هو بيعمله. والكلام هنا مش على نوكتورن بس، هنا على اي شامبيون بيجيب الايتم دي عادي. دي كانت تعديلات الجنجل. خد بصه سريعه كده بقى ويلا بينا على الميد لين. بالنسبه بقى للميد لين فهو حاليا في كام شامبيون كده مسيطرين عليه، فكان لازم يجي له شويه تعديلات كده. اول حاجه هيبقى في نيرف الاقوى واكتر ايتمان الناس بتشتريها دلوقتي وهي الستورم سيرف، ودي هتبقى بتدي 90 ابيليتي باور بدل 100، و10 ابيليتي باور لو حسبناها هيبقوا حوالي 200 جولد، عشان الكتاب اللي بيدي 20 ابيليتي باور ده ب 400 جولد، لو احسبها انت بقى 10 ب 200 فاهم، احسبها انت. هو نيرف مش بسيط خالص، ولكن الايتمات قويه جدا لدرجه ان مش هيفرق معاها قوي، والشامبيونز اللي بتشتريها هتفضل تشتريها عادي. بمناسبه بقى الناس اللي بتشتريها وهو فيز هياخد نيرف هو كمان في دامج الكيو بتاعته ودامج الدبليو بتاعته كمان، والنيرفين في نسبه الابيليتي باور بتاعت السكيلايه، فده مع نيرف الستورم سيرج هيخلي فيز اضعف بحبه حلوين جدا على الباتش اللي فات، عشان كده هينزل من الاو بي تير للاس تير، ولكن هيفضل قوي جدا عادي، لسه ما ماتش هو، بس الايرلي جيم بتاعه هو اللي قل حب، لكن في الليج جيم عادي هيون شوت اي حد يشوفه في وشه. بالنسبه بقى لباقي الشامبيونات اللي مش بتحتاج انها تشتري الستورم سيرج، فالشامبيونات دي بقى بقت اقوى حاجه بسيطه جدا، وواحد من الشامبيونات دي وهو ايكو، عشان من ساعه ما السيزون الجديد بدا وهو فرحان جدا عشان بقى يقدر يجيب الروكيت بيلت بدري. الايتم حرفيا بقت رخيصه جدا ب 2600 جنيه، فدلوقتي هو ممكن يجيب الليد فين بدل الستورم سيرج عادي، فهو مش هيحس باي حاجه، بل هيبقى قوي بالعكس، عشان الشامبيونز اللي كان بتحتاج الستورم سيرج هتبقى اضعف شويه، عشان كده ايكو هيبقى في الاو بي تير. دي كانت التعديلات المهمه في الميد لين، بس في فيجر كده وهواوي واهري جالهم بفات ولكن بسيطه جدا لا تذكر، ومش تفرق معاهم خالص ولا كأن جالهم بف، وهيفضلوا في نفس مكانهم في القائمه عادي. بمناسبه فيجر بقى كنت عاوز احكي لك على حاجه. امبارح دخلت على موقع ايتوبيا اشوف فيه ايه تحديات جديده، ولقيت فيه تحديات سهله وتحديات في الوسط كده وتحديات في الصعب منه، وانا طبعا عشان جامد ومفيش مني اتنين رحت على الصعب على طول، يعني ما فيهاش كلام. لقيت ان التحدي الصعب انك تجيب 1500 ابيليتي باور، فقلت اخش اجرب، وقمت باكك فيجر، وما شاء الله من اول محاوله جبتهم ال 1500 ابيليتي باور. ها صح معايا. قمت واخد صوره ورافعها على جوجل درايف وعملتها بابليك وبعت لهم اللينك عشان يقدروا يشوفوا العظمه اللي انا عملتها بقى. هتقول لي بقى استفدت ايه لما كسبت التحدي؟ استفدت ان كسبت نقاط في الموقع اقدر ابدلها بار بي والحاجات دي يعني، غير ان لما بتكسب التحدي اسمك بيتحط عند الموقع كده ان انت اللي كسبت التحدي ده، ولو مالكش في التحديات قوي ممكن تخش تنزل الكليبات بتاعتك عليه، واحسن كليب بياخد نقط برضه، والنقط دي تقدر تبدلها بار بي زي ما قلت لك قبل كده. والواد كور ما شاء الله مكتسح في الكليبات، فلو عايز تخش تنافسني في الموقع هسيب لك اللينك في الكومنتات تحت. خد بص على قائمه الميد لين قبل ما نروح للايديكاري، ويلا بينا. ولكن قبل ما نروح على الايديكاري نروح لسؤال الحلقه الاول. احنا غيرنا طريقه الباتش، ولكن سؤال الحلقه هيفضل زي ما هو، ما تخافش دي عادات وتقاليد يا بيه، ما فيش الكلام ده. المهم سؤال الحلقه هو ايه هي الكلمه الكبيره من كلمه ارام؟ يعني ارام دي اختصار لجمله ما، ايه هي الجمله دي؟ انا عارف ان معظم الناس هتروح تشوفها دلوقتي على جوجل، بس حاول تجيبها انت. اهبد عادي، الهبد مسموح. لو مش عارف الاجابه انزل في الكومنتات اهبد اول حاجه جت في دماغك، ده لو مش عارف الاجابه، ها يعني مش لازم تهبد وانت عارف الاجابه. المهم نروح للايديكاري، وده التغييرات فيه شبه معدومه برضو، مفيش غير ازريال اللي خد باف ما شاء الله في كل سكيلاته ما عدا الاي اللي هو رايت. بص مسكت سكيلاته كده، زود ده وزود دي عشان انا بحبها برضه، لا وزود دي كمان. المهم الكيو بتاعت ازريال الدمج بتاعها زاد، والدبليو بتاعته كمان الدمج بتاعها زاد، والار بتاعته كمان الدمج بتاعها زاد، والزيادات هي مش حاجه بسيطه يعني. بص في الدبليو 40%، هنا بص 10%، هنا 5%، يعني بص ارقام حلوه. فلو ده مش كفيل انه يطلع ازريال الاس تير انا مش عارف ايه هيطلعه، بس ادينا هنستنى ونشوف.
وبالنسبه بقى لميس فورتشن، هي هتفضل فوق في الاو بي تير لوحدها عادي جدا، عشان هي حرفيا ممكن تبقى اقوى شامبيون في اللعبه دلوقتي، وما جالهاش اي نيرف لحد دلوقتي، ولا نيرف حتى لاي من ايتماتها، عشان ايتمات الليساليتي الشامبيونات اللي متخصصه ليها الايتمات دي اصلا مش قويه. الاقوياء دلوقتي هم الايديكاريز اللي بتلعب ليساليتي زي دريفن وجن ولوشان وسميرا، ما شاء الله كلهم في الاس بسبب ايتمات الليساليتي. لكن لو بصينا مثلا على زد وتالون والناس دي هنشوفهم بيلعبوا في البي والاي والحاجات دي، ما بنشوفهمش فوق اصلا. المهم بالنسبه بقى لسمولدر الايديكاري الجديد، فهو هينزل في الباتش ده، واكيد مش هحطه في القايمه يعني، لازم نشوفه هيعمل ايه الاول. ولكن لو هتوقع من اللي شفته في البي بي اي فهو هيبقى في الاي، مش هيبقى اقوى من كده. وكمان الناس هتبقى لسه بتتعلمه، فالوين ريت بتاعه مش هيبقى قد كده يعني، فممكن اول ما ينزل يحتاج بفات او يحتاج نرفات يعني، الله اعلم، بس انا اتوقع ان هو مش هيبقى قوي يعني. خلينا نشوف لما ينزل. بالنسبه بقى لنيلا، واللي كانت قويه جدا وفي الاس تير بسبب انها بتعمل حركه كده هي والسبورت، انهم هما الاثنين يجيبوا ايتم السبورت وبيتشاركوا مع بعض في الفارم، وغالبا السبورت ده كان بيبقى سنه، فالاثنين بيتفيدوا، فالحركه دي اتلغت خالص، وخلاص اللي هيعملها هينقص جولد اكتر ما هيجيب جولد، فما بقاش حلو ان اتنين يجيبوا ايتم السبورت. وكمان البلاد سونج اللي هي ايتمات السبورت اتعمل لها نيرف، فهنبقى نجي لها قدام في نيرفات السبورت. المهم عشان كده بسبب النيرفات دي نيلا هتنزل للاي تير، هي مش هتبقى اوحش حاجه في الدنيا يعني، عشان هي بتستخدم ايتمات الليساليتي كويس جدا، فلسه مش ضعيف، وزي ما قلنا حرفيا اي ديكاري بيبيلد الليساليتي دلوقتي بيونشوت، فنيلا لسه يعني في حالتها يعني، مش هتبقى ميته خالص. دي كانت كل تغييرات الايديكاري. نروح بقى للسبورت. تغييرات السبورت مش كتير، كل اللي حصل ان بليدز جاله نيرف في الارمور بتاعه، ودامج الاي بتاعته بقى اقل حاجه بسيطه. ولكن هل ده هيأثر عليه؟ ابسولوتلي لا يعني، هيفضل اوبي زي ما هو جنب موقعي كده، هما الاثنين فوق في الاوبي تير، بص مش هيتحركوا. وموقعي بالذات عشان هو سهل جدا، وبيستخدم الايتمات الجديده اللي هي التريل بليدر، ومكسر الميتا بيها حرفيا. التعديل التاني بقى ان هيبقى بايك وسينا هينزلوا للاي تير، عشان البلاد سونج اللي هي ايتم السبورت اللي كانوا بيختاروها دي اتعمل لها نيرف في الدمج بتاعها، والنيرف جه للميلي والرينج، فمش فارق بتضرب من قريب ولا من بعيد، الاثنين هياخدوا نيرف. هو النيرف فرق 2%، ولكن هيفرق يعني، وبالذات ان سينا كانت بتتلعب كتير قوي الايام اللي فاتت وتون شوت بالايتمات دي، فهيهديها شويه. بالنسبه بقى الكارما، فهتطلع من الاي تير للاس تير، عشان الباف اللي جاي لها ده مش قليل خالص. الباف هو ان الاتش بي الاساسي بتاعها زاد حاجه بسيطه، والدمج بتاع الكيو بتاعها زاد بحوالي 20% من الابيليتي باور اللي معاك، وكمان الشيلد بتاعها زاد بنسبه ثابته في الليت جيم، وزاد بنسبه 15% من الابيليتي باور اللي معاك، يعني بدل ما كان 45% بقى 60%. فالبفات دي في المجمل حلوه جدا، وهترجع كارما تتلعب تاني. دي كانت كل تعديلات السبورت الباتش ده. عاوزك بقى تنزل في الكومنتات تقول لي ايه رايك في الطريقه الجديده، هل شايفها احسن ولا ايه الكلام. بس كده كان معاكم بركان، اشوفكم فيديو جديد، سلام.